تشير الأدلة الأثرية إلى وجود مستوطنات بشرية في المغرب تعود إلى العصر الحجري القديم. لقد ترك هؤلاء السكان الأوائل وراءهم أدوات ومنحوتات صخرية، مما أتاح لنا لمحات عن حياتهم. ومع مرور القرون، برز الشعب الأمازيغي كمجموعة مهمة في المغرب. شكل الأمازيغ المعروفون بلغتهم وثقافتهم المتميزتين اتحادات قبلية، وأقاموا مراكز تجارية. لقد تفاعلوا مع التجار الفينيقيين والقرطاجيين الذين أسسوا مستعمرات ساحلية ووسعوا نفوذهم. مستوطن قديم حول الإمبراطورية الرومانية التي كانت حريصة على السيطرة على طرق التجارة والموارد، انتباهها إلى المغرب في القرن الأول قبل الميلاد. غزت الجحافل الرومانية أجزاء من المنطقة وضمتها إلى مقاطعة موريطانية. ازدهرت في عهد الحكم الروماني مدن مثل وليلي التي تفاخرت بهندستها المعمارية والبنية التحتية الرائعة. اعتنق الأمازيغ في المغرب الذين قاوموا في البداية الدين الجديد تدريجياً، وانجذبوا إلى رسالته في المساواة والعدالة. أدى الفتح العربي إلى تغييرات سياسية واجتماعية وثقافية كبيرة. أصبحت اللغة العربية لغة الإدارة والمعرفة، بينما اندمج القانون والعادات الإسلامية في المجتمع المغربي. فاتح عربي كانت أول سلالة عربية حكمت المغرب هي السلالة الإدريسية التي أسسها إدريس الأول في أواخر القرن الثامن. شهد المغرب في عهد إدريس الأول وخلفائه فترة من الاستقرار والازدهار النسبيين. أسس الإدريسيون مدينة فاس عاصمة لهم، والتي سرعان ما نمت لتصبح مركزاً رئيسياً للتعلم والتجارة. شهد القرن الحادي عشر ظهور المرابطين، وهي سلالة أمازيغية ستوحد المغرب وتوسع نفوذها عبر شمال إفريقيا وشبه الجزيرة الأيبيرية. كان المرابطون الذين نشأوا في الصحراء الكبرى معروفين باتزامهم الصارم بالإسلام وبراعتهم العسكرية. بقيادة يوسف بن تاشفين غزا المرابطون المغرب من حين فترة التشرذم. أسسوا مراكش عاصمة لهم وحولوها إلى مدينة رائعة ومركز للتعلم الإسلامي. بعد المرابطين ظهرت سلالة أمازيغية قوية أخرى هي الموحدون في القرن الثاني عشر. كان الموحدون بقيادة محمد بن تومرت مصلحين دينيين سعوا إلى تطهير الإسلام مما اعتبروه انحرافات. أطاحوا بالمرابطين وأسسوا إمبراطورية شملت المغرب وجزءاً كبيراً من الجزائر وأجزاء من شبه الجزيرة الأيبيرية. في القرن السادس عشر برزت السلالة السعدية كقوة رئيسية في المغرب. صعد السعديون من أصل عربي إلى الصدارة في جنوب المغرب، ووسعوا سلطتهم تدريجياً شمالاً. هزموا الوطاسيين الذين حكموا معظم المغرب ووحدوا البلاد تحت حكمهم. غالباً ما ينظر إلى السلالة السعدية على أنها العصر الذهبي في التاريخ المغربي. مسؤول الحماية الفرنسية شهد المغرب في عهدهم فترة من الازدهار الاقتصادي مدفوعة بالتجارة مع أوروبا والإمبراطورية العثمانية. صد السعديون المحاولات البرتغالية لإقامة موطئ قدم على الساحل المغربي، مما ضمن استقلالهم وعزز سيطرتهم على طرق التجارة عبر الصحراء. كان أحد أبرز الحكام السعديين هو أحمد المنصور المعروف بالذهبي. تميز عهد المنصور بالنجاحات العسكرية، بما في ذلك انتصار حاسم على إمبراطورية سونغاي في غرب إفريقيا. قام بتوسيع الأراضي المغربية جنوباً وسيطر على مناجم الذهب وطرق التجارة. مسؤول الحماية الفرنسية كما استثمر المنصور بكثافة في البنية التحتية والتعليم والفنون. القسم الخامس: السلالة العلوية، قرون من الحكم. حكمت السلالة العلوية التي تأسست في القرن السابع عشر المغرب حتى يومنا هذا، مما يجعلها واحدة من أطول السلالات الحاكمة في العالم. عزز العلويون الذين ينحدرون من سلالة النبي محمد سلطتهم وشرعوا في سلسلة من الإصلاحات لتعزيز الدولة المغربية. يعرف أحد حكام العلويين الأوائل وهو مولاي إسماعيل بحكمه الطويل وجهوده لمركزة السلطة.
بنى جيشا قويا وقمع التمردات وأسس عاصمة جديدة في مكناس. كما عزز مولاي إسماعيل التجارة والعلاقات الدبلوماسية مع القوى الأوروبية، مما ضمن استقلال المغرب الاقتصادي والسياسي. طوال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، واجه سلاطين العلويين تحديات مختلفة، بما في ذلك التمردات الداخلية والتهديدات الخارجية من القوى الأوروبية وعدم الاستقرار الاقتصادي. ومع ذلك، فقد تمكنوا من الحفاظ على استقلال المغرب، على عكس العديد من البلدان الأخرى في المنطقة التي استسلمت للاستعمار الأوروبي. القسم السادس: الحمايات الفرنسية والإسبانية. فترة النفوذ الاستعماري شكلت بداية القرن العشرين نقطة تحول في تاريخ المغرب بفرض الحمايات الفرنسية والإسبانية. أرست معاهدة فاس لعام 1912 التي تم توقيعها تحت الإكراه من قبل السلطان العلوي رسمياً السيطرة الفرنسية على معظم المغرب. في غضون ذلك، سيطرت إسبانيا على المناطق الشمالية والجنوبية. نظام الحماية: بينما حافظ اسمياً على السلطان العلوي كرئيس سوري، نقل السلطة فعلياً إلى السلطات الفرنسية والإسبانية. كان للمقيم العام الفرنسي في الرباط والمندوب السامي الإسباني في تطوان سلطة كبيرة على الشؤون المغربية. الشخصية الرابعة: بصفته مسؤول الحماية الفرنسية، شهدت فترة الحماية تغييرات اقتصادية واجتماعية وثقافية كبيرة في المغرب. نفذت السلطات الفرنسية والإسبانية سياسات لاستغلال الموارد المغربية وتطوير المناجم والمزارع والبنية التحتية لخدمة مصالحها. القسم السابع: الاستقلال والتحديث. فصل جديد يتكشف. بعد سنوات من النضال والمقاومة، نال المغرب استقلاله عام 1950. كانت عودة السلطان محمد الخامس الذي نفته السلطات الفرنسية عام 1952 لحظة انتصار للشعب المغربي. أصبح محمد الخامس ملكاً للمغرب المستقل، مما بشر بعصر جديد من الأمل والإمكانيات. شرع الملك محمد الخامس في برنامج تحديث طموح، سعياً لبناء مغرب حديث ومزدهر. نفذ إصلاحات في التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية بهدف تحسين حياة المغاربة وتعزيز اقتصاد البلاد. اتسمت فترة ما بعد الاستقلال أيضاً بجهود لتحديد مكانة المغرب في العالم. انتهج الملك محمد الخامس سياسة عدم الانحياز خلال الحرب الباردة، ساعياً للحفاظ على علاقات جيدة مع كل من الشرق والغرب. القسم الثامن: المغرب اليوم، التحديات والفرص. يقف المغرب اليوم كدولة متناقضة تتصارع مع تحديات التنمية والتحديث وعدم الاستقرار الإقليمي. لقد خطت البلاد خطوات كبيرة في العقود الأخيرة، وحققت نمواً اقتصادياً مطرداً وتحسين مستويات المعيشة وتوطيد المؤسسات الديمقراطية. في ظل قيادة الملك محمد السادس الذي خلف والده الملك الحسن الثاني عام 1999، شهد المغرب إصلاحات وتقدماً مستمراً. نفذ الملك محمد السادس إصلاحات سياسية واقتصادية تهدف إلى تعزيز الحكم الديمقراطي وحقوق الإنسان وجذب الاستثمار الأجنبي. الشخصية الخامسة كمواطن مغربي حديث: برز المغرب كلاعب رئيسي في الشؤون الإقليمية، حيث يلعب دورا نشطا في الوساطة في النزاعات وتعزيز التعاون الإقليمي ومعالجة التحديات المشتركة مثل الإرهاب والهجرة. كما عززت البلاد علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي شريكها التجاري الأكبر، وسعت إلى توسيع نفوذها الاقتصادي والسياسي في إفريقيا. ومع ذلك، لا يزال المغرب يواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة واستمرار الفقر والتفاوتات الإقليمية.